عالسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة يا رب. درت ملفاي بذوق الليمون بطريقة سهلة، كريمة تجي خفيفة وتجي بنينة والشكل كما راكو تشوفوا في الفيديو. ما طولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. نسبق نحضر لا كريم باتيسيير. هنا عندي ريتلة حليب، نضيف عليها 150 غرام تاع سكر كريستاليزي، سكر عادي، ونزيد نضيف 160 غرام تاع لا مايزينا. هنا الا درتو كميه صغيره تقدروا تنقصوا المقادير. دوكا نخلط كلش بارد في بارد بالفوي، ونحط الكاسرونه فوق النار ابتي فو. نبقى غير نخلط، ما تحبسوش كامل باش ما تتنحرقش الكريمه حتى تتقال. شوفوا هنايا بقيت غير نخلط حتى تحصلت على هاد القوام، جاتني ثقيله. دوكا نحطها في ريسيبيون ونخليها تبرد. نغطيها بساشي اليمونتير ونحطو اون كونتاكت باش ما ديرليش هذيك القشره، ونخلي هاد الكريمه تبرد لمده ساعتين. لازم تبرد مليح قبل الاستعمال. ونحضر كريمه الليمون. بالنسبه لكريم سيترون نسحقو 4 حبات بيض، 2 كيسان ميكونوش معمرين تاع سكر كريستاليزي، 2 مغارف كبار تاع لا مايزينا، 2 مغارف كبار تاع الزبده، مبشور الليمون، باتاغون بذوق الليمون. هنا عندي خليط ما بين عصير الليمون والماء. عصرت 2 حبات قارص وزدت عليهم الماء باش ما تجينيش الكريمه بزاف حامضه. عندي 115 ملل. نمروا لطريقه التحضير. في كاسرونه سبقت حطيت البيض، نزيد عليهم السكر. هنا ولا خفتوا الكريمه تجيكم حلوه ديروا كاس ونص. نخلط مليح البيض والسكر بالفوي حتى يذوب كامل هذاك السكر. نزيد نضيف 2 مغارف كبار تاع لا مايزينا ونكمل نخلط. نزيد نضيف عصير الليمون ونبقى نخلط بالفوي. هنا حنضيف كلش على خطره، ندير كلش بارد في بارد ما عدا الزبده، ونضيف مبشور الليمون، ونحط الكاسرونه فوق النار ونبقى نخلط على نار هاديه حتى تتقال الكريمه. شوفوا هنايا القوام تاع الكريمه. نضيف عليها 2 مغارف كبار تاع الزبده، ما نديرهمش على خطره، نديروهم تدريجيا. هاد الكريمه لازم نصفيوها، فيها مبشور الليمون لازم نحوه، وتانيت اذا طاب البيض راح يبقى في الصفايه. نصفي كامل الكريمه ونكمل. شوفوا هنايا القوام تاع الكريمه بعد ما صفيتها وكي بردت زاد حكمت روحها. دوكا نغطيها بفيلم اليمونتير ولا ان ساشي اليمونتير ونخليها تبات ليله كامله ولا ترتاح الاقل 3 سوايع قبل الاستعمال. هنا لو ساشي حطوه كونتاكت باش ما ديرلكمش هذيك القشره. بالنسبه لاباط فيتي انا خدمتها في الدار، نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. كانت في الكونجيلاتور وجبتها ساعتين من قبل حتى تلقت روحها وراح نستعملها. في البلان دو طرافاي درت كميات على ميزينه. دوكا باستعمال الحلان نحلها على سمك يكون متوسط، ما ديروهاش رقيقه وما ديروهاش خشينه. ماشي شرط طيبوها في الدار، تقدروا تشروها واجده ولا تكمونديوها. خيروا برك النوعيه المليحه باش يجيكم الملفاي بنين. العجينه حليتها مليح على حسب البلاطو اللي عندي. حطيتها مباشره فوق البلاطو. دوكا نحي كامل هذوك الزوائد. هنايا لازم تتقبوها بهاد الاداه ولا ما كانت عندكم تقبوها بالفرشيطه. طريقه الطهي ديالها
نحط فوقها بابي كويسون ونزيد عليها سنيوه تكون ثقيله باش هكذا في الفرن ما تعاوش تتلم. لازم ديروا لها هكذا باش تتحصلوا على ورقه تاع لاباط فايتي. شوفوا هنايا تحصلت على زوج ورق تاع بات فايتي، خليتهم طابوا مليح وما تلمتش في الفرن. كي زدت عليها بلاطو هذاك ثقيل قعدت على حالها. دوكا نقسمها. هنايا حنقسمها على 3. حنستعمل مسطره باش يجوني كامل متساويين. هنا بعد ما قسمتها تحصلت على 3 طبقات و3 واحد اخرين. دوكا نبدا في المونتاج. شوفوا هنايا لا كريم باتيسيير بعد ما بردت مليح لازم نحلها بالباتور حتى تطلق روحها. نبقى نخلط حتى نتحصل على كريمه. شوفوا القوام ديالها طلقت روحها مليح حتى تحصلوا على هذا القوام، يكون قوام كريمي. بالنسبه لا كريم سيترون شوفوا بعد ما خليتها ارتاحت القوام ديالها جا ناعم. هنايا حنقسمها على زوج. هاد كريمه الليمون نحط كميه مع لا كريم باتيسيير نخلطهم، والكميه اللي تقعد لي نديرها من فوق الملفاي، ونزيد كميه تاع باتاغوم باش يزيد لنا في اللون والذوق بذوق الليمون. نحط حوالي مغرفه صغيره ما نكترش باش برك يزيد لنا اللون. ونكمل نخلط بالباتر حتى لا كريم سيترون مع لا كريم باتيسيير ينسجموا ونتحصل على قوام يكون كريمي. دوكا نبدا في المونتاج. نحط الورقه الاولى تاع لاباط فايتي، نزيد نحط لا كريم باتيسيير. انا الا حبيتو الميفا يجيكم عالي كتروا لا كريم باتيسيير، ولا حبيتوه يجيكم متوسط الحجم ديروا غير شويه تاع لا كريم باش ما يجيكمش عالي بزاف. نزيد الورقه الثانيه. مونتاج ساهل وما يشدش اليد، خاصة إذا كنتو وجدتو كلش مقبل، درتو الكريمة مقبل ولا بات فيتي كنتو طيبتوها مقبل، المونتاج راح يجيكم ساهل. نزيد نحط كمية تانية تاع الكريمة ونزيد نحط الطبقة الأخيرة تاع لاباط فيتي. هاي لي كيفاش تجيكم. أنا هنايا الكريمة درت لداخل الكمية مليحة، حبيت الميفا يجيني عالي. دوكا من الفوق نزيد عليه كريمة الليمون. ليسي كامل السطح تاع الكريمة من الفوق باش يخرج شكل شباب. هنايا عندي شوكولا تارتيني ذوبتها شويه في الميكرووند. تقدروا تستعملوا بوشادو جوتابل ونديروا هكذا خطوط كما نعرفوا الملفاي. هنايا باستعمال كوردون ولا موس نجوزو كامل الخطوط تاع الشوكولا باش نعطولو شكل شباب. هنايا باستعمال موس اللي فيه سنان، بعد ما خرجت الملفاي من الفريجيدار خليته ساعه قبل ما نقسمه. دوكا نبدا نحي كامل هذوك السوائد باش نعطيلو شكل شباب، ونبدا نقسم الحبات ديالي بهذه الطريقه. نكمل نقسم الملفاي ونشوفوه في الشكل النهائي. الشكل النهائي تاع الملفاي. طريقة التحضير ديالو سهلة وخاصة يجي بزاف بنين بذوق الليمون. أنا من عشاق الليمون.
شاء الله يكون عجبكم الفيديو مع طريقة التحضير. إذا أول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش الاشتراك وتبارتاجيو لا فيديو مع الأصدقاء للمزيد من الوصفات، وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتلاقى في وصفة أخرى وفيديو آخر إن شاء الله.